سؤال كمان من صالحة من جدة، بتسأل بتشتغل في المجال ده من زمان، ازاي بتحافظ على شغفك وحماسك للمطبخ؟ ايه السر ورا اللي بيخليك دايما تفضل قلت لك الفضول. الفضول يعني هو هذا السر. يعني حماسك في المطبخ. الفشل بداية جديدة يعني بالنسبة لي. يعني بفكري أنا ما فشلت مثلا، فشلت كتير بحياتي. طب ايه الوقعة اللي حسيت انك مش هتقدر تقوم منها؟ المطعم كان على فترة انه كنت وعيت مرة اطلع منه، انه انكسرت. المطعم اخذ مني 2 لفتحته، تعذبت لفتحت المطعم. فاتح مطاعم بحياتي كتير مع شركات كبيرة، وكنت افكر انه في كمية هبل مش معقولة انه كان بالتأخير اللي يصير في المطاعم. وقلت بس افتح مطعمي انا 3-4 شهور بفتح المطعم تبعي اخذ 2. وكنت على وشك انه اسكر المطعم خالص، ما معي ولا درهم. لو ما الإصرار وإخواتي وعبشوف العيلة، ولا أنا كنت على لحظة إنه أسكر مطعم. في شغلة لازم أقولها للعالم، إنه عندك مطعم فكري إنه أنا سعيد، إنه أنا مبسوط، إنه هي أحسن شيء في حياتي. ممكن، بس بالناحية الاجتماعية لا، جدا لا. المطعم بياخد كل حياتك. المطعم بده وقت. المطعم مثل البيبي اللي بعمره بحياته ما راح يكبر. يعني بيبي عمره 1 و2 بتضلي فوق راسه انت. فالمطعم هيك ما بيكبر، بتضلي فوق راسه المطعم. فأصعب شيء إنه يكون عندك مطعم، وأصعب بس يكون عندك مطعم فيه ميشلان ومطعم فيه 50 بيست، لأنه التوقعات تبعت العالم جدا كبيرة، وأنت لازم تغطي هذا الشيء. فهذا الشيء بتعبك، بتعب التيم، بتعب كل شيء. أنا قبل الميشلان تعبت، يعني قبل ما تطلع نتائج ميشلان كنت جدا عصبي، كنت منرفز، كنت أعصب على أي خطوة حركة بيعملوها الموظفين، مشان لأنه بدي أخذ الميشلان ستار. فالتعب والسترس اللي بيكون عنا ما له طبيعي. فدائما وقت كانوا قبل يقولوا الشيفية إنه والله أحسن شيء الشيف بيبدع بيكون عنده مطعم فيه ميشلان، أو مطعم ماله مشهور عالميا، بيقدر يطلع أكل اللي بده إياه، بيكون مبسوط وعنده زباين وعم بيشتغل. فبيكون أحلى، حياته أحلى، لأنه ما عنده هالجاجمنت مع العالم. they don't judge him أو judge the restaurant the way they judge it when they يكون ميشلان. إنه أي شغلة بتعمليها، هذا ميشلان ستار، هذا 50 بيست، هذا نمبر 6 على الشرق الأوسط، هذا رقم 3 على الإمارات. عرفت شو؟ فصعبة هاي الفكرة. فالفضول مهم جدا. الشغف أيام بيروح وبيجي. أنا بالنسبة لي